عسلامة، مرحبا بكم. التحلية متاع اليوم إن شاء الله باش تكون البوزة، وهي من أفضل وأسهل وأسرع التحليات الرمضانية. ومقاديرها كما العادة خليتها لكم في صندوق الوصف. ونبدأ معكم على بركة الله مع طريقة التحضير. خديت 200 غرام بفريوة مرحية بالباهي اللي نقرت الزيت متاعها، تنجموا تشريوها حاضرة وإلا تحضروها وحدكم في الدار، سهل برشا. تاخذوا البفريوة تحمروها في الفور، بعد تفركوها شوية باليد باش تتنحى منها القشرة، وإذا فما كعبات بقات فيهم القشرة مش مشكل، بالعكس نخليوها تبنن برشا البوزة. معاهم عندي 50 غرام سكر عادي حبيبات، مغرفة كبيرة نشي بالضبط 15 غرام، 500 مليلتر حليب، ومغرفتين كبار حليب نسلي. دونك في اول خطوه نصب الحليب وهو بارد، معناتها ما يكونش دافي، مع نشاي السكر والبفريوه مع بعضهم في طنجره، نحركهم لين تتجانس المكونات الكل مع بعضها. ويكون اسهل اذا تحلوا الخليط نتاعكم الكل في روبو، والا كيما هكا كيما باش تشوفوا معايا نستعمل ميكسور بلونجون. وبالطريقة هذه بسهولة يتجانس الخليط الكل مع بعضه. ومباشرة نحط البوزة الطيبة على نار متوسطة مع التحريك المستمر بالضبط كيما نطيبوا الكريمة. أنا استعملت البفريوة، تنجموا تعوضوها زيادة بأي نوع مكسرات كيما البيستاش وإلا اللوز. نحركوها ديما وما نخليوهاش تعقد برشا، عكس العصيدة اللي نطيبوها برشا وتاخذ أكثر وقت. هذه كيما قلت لكم كيما نطيبوا بالضبط الكريمة، دونك القوام تاعها باش يكون خفيف شوية. وبعد ما يثقل القوام تاعها نضيف لها مغرفتين كبار حليب مركز ونخلط ونطفي عليها. وبالنسبة للنسلي راهو تنجموا تستغنيوا عليها، ما الحقيقة يبننها ويحسن القوام متاعها. وإذا استغنيتوا عليه تزودوا في كمية السكر أكثر، تستعملوا من 4 ل 5 مغارف سكر ديريكت بعد ما تطيب باش نصبها في الكوبيت. وما بقالي كان باش نزينها، باش نعمل غابيل بالنوازيت. بالطبيعة النوازيت اللي باش نزين بها كيف زيادة عرجتها حمرتها شوية. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، نتمنى تجربوها وتخليوا لي رايكم بصراحة في كومنتير، نتفاعل معكم كيما العادة. واذا عندكم اي استفسار والا وصفة تحبوا تشوفوها معايا خليوا لي كومنتير، ونخليكم في امان الله. نتقابلوا ان شاء الله كي نكتب مع وصفة جديدة. وما تنسيوش نستنى دعمكم برشا جميل اذا عجبكم بالطبيعة الفيديو.